السلام عليكم. اليوم جيت ندوي لكم على الغدة الدرقية بحكم معاناتي مع سرطان الغدة. كما قلت لكم كنت درت العملية وحيدتهم ومن داروا لهم تشريح لقاو فيه سرطان. المهم قالوا لي عندك واحد النسبة قليلة ما تحتاجيش انك ديري اليود، ما درتوش. كنت فاجئ مدة ديال 4 سنين دازت ما كان عندي حتى شي مشكل، غير ضربني البرد كيف الناس. المهم كنحس بشي حاجه في حلقي كنصرات ما كتبغيش تبلع ليا الريق ديالي بحال شي غصه في الحلق. ملي مشيت للجونس طلبوا مني نعاود تحاليل ونعاود ايكوغرافي تلفازه. ملي درتها كان نتفاجئ ان قالوا لي باقي عندك المشكل. قلت لهم كيفاش انايا فتحت وباقي عندي؟ قالك راه المشكل اما رجع اما نسالك الطبيب شي حاجه اما باقي اما مهم المشكل كاين باقي واحد الطرف من الغده الدرقيه عاتبوني علاش ما درتش اليود. قلت لهم راه هما اللي قالوا لي ما تحتاجيش اليود، هذا الشيء علاش ما درتوش. مهم مشيت ل20 غش داروا لي المنظار خرجوا لي الدواء ما دار لي حتى شي حاجه. عاود ثاني رجعت عند نفس الطبيب اللي فتح ليا قال لي خاصك تعاودي العمليه. قلت كيفاش يا استاذ نعاود العمليه وانا قلتي لي راني صافي راني مبقى عندك حتى شي حاجه؟ قال لي المرض كيرجع. قلت ماشي مشكل، المرض ديال الله سبحانه. المهم جيت دابا حاليا 3 شهور كنعاني ما كنصرتش الريق ديالي بحال شي زغبه واقفه ليا في عنقي. الحمد لله لقيت واحد الدكتور انسان طيب سميته طبيب الفقراء. لان مشيت عنده بحكم ظروفي انا فند ميناج، وقف معايا عطاني الخاطر، شاف لي الدوسي ديالي، شاف كل شيء. قال لي انا عصرت عند واحد الدكتور ديال اليود نشوف كلامه شنو يقول لي وعاد تبعي معايا وعيكون خير. ولا كانت العمليه عنقولها لك، ما كانتش عمليه عنقولها لك. المهم المشكل اللي عندك ان المهم كاين طرف من الغده الدرقيه باقي خصو يحيد. قال لي تحليله الا كانت مرتفعه راك تعاودي العمليه، كانت تحليله هابطه راك ما تعاوديش العمليه، ولكن اليود ضروري خاصك ديريه. مهم اللي بغى الرقم ديال هاد الطبيب وبغى فين كاين في دومارس، واللي بغى بالتحديد فين كاين يدخل عندي الواتساب، الرقم راه في البروفيل. نعطيكم هاد الطبيب هذا الله يعمر ليه الدار بدون ذكر الاسماء. اللي بغى سميتو يدخل عندي الخاص ولا يدخل عندي الواتساب كما قلت لكم. واي جديد عندكم نقول لكم هنا كنطلب من الناس اللي كيحسوا باي حاجه في العنق ديالهم ضروري يمشوا عند اختصاصيين، لان حتى حاجه ما سهله. كنت في حاجه بسيطه توليت في حاجه كبيره دابا. يعني اني كنت تبعت وكنت كندير الكونترول وكنت لقيت طبيب حن فيا وكان يعني خلاني انني نبغي نمشي عنده. يعني ماشي انسان كاين اطباء اللي تيتبعوا غير الماده كيكرهوك انك تمشي عندهم، والله ما تيحنوش فيك. بالعكس الطبيب قال لي في اي وقت تجي عندي مرحبا، ما عندكش قوليها ليا. ما نكذبش عليكم احسن طبيب مشيت عنده حاليا دابا من بعد بزاف ديال الاطباء وبزاف ديال الكلينيكات اللي مشيت ليهم. هاد الطبيب المعامله ديالو غير ما كنديرش له الاشهار، ولكن هادي غير حاجه بسيطه في حقه. واللي بغى العنوان ديالو واللي بغى العياده ديالو يدخل عندي الخاص.